كان الكبار اي يلا اللي اعطينا. باقوا وصار. اعلنت هيئه النزاهه وهيئه مكافحه الفساد وهذا القبض على احمد عبد الجليل رئيس الهيئه التقاعد صح وبها الكي كارد. جابوا هلمه كبيره كلها. صح. والله وراح نسترجع لانه 169 الف مواطن وهميين وما ادري ايش قد وما ادري ايش قد مليارات. امم. صار نصر كبير. شلون يوم النصر هذا ايه يقول اني اللي سويت النصر، هذا ايه يقول انا سويت النصر، صح وهذا يحتفل بيوم النصر. كل واحد رئيس دوله. صح. الان الوضعيه مالتنا والله تفلشت لجنه مكافحه الفساد. زين مو كان بيها قضاة كانوا بيها. زين. يعيدون المحكمه استاذ قحطان. نعم. يعيدون المحكمه من 7 سنوات او 6 سنوات الى سنه وتسعة اشهر. احمد ابو انتهت مده التقاعد، موقوفيتهم. احمد روح ابو الله وياك. التقاعد اي والله. اللي لزموا اي عليه والله. بايق مليارات. ها. اي استاذ قحطاني. اي استاذ هو والكي كارد. الان انتهت موقوفيتهم بس طلعوا خطيه بكفاله غرامه مو بكفاله. ايش 10 قد؟ ملايين دينار عراقي. 10 10 ملايين مليون دينار دينار عراقي. عراقي. الله يديمك يا رخص. مليارات الدولار. ملايين الدولارات وهسه 10 مليون دينار عراقي. مثل النائب هيثم. ايه النائب السابق هيثم هيثم الجبوري. الجبوري. انا اشتريت بيت. اشتريت بيت عمامي وعشيرتي جمعوا لي واشتريت بيت بالمنصور. ايه عمامك منو يعني يعني تجيب السمعه لعمامك وانت ببيت ماخذ لك بنايه بعمان ايه ايه وهنا بس بنايات. حاليا هذا هيثم شنو السراء؟ بالسجن. زين يطلع. ابو ما انا علي راح اقول العسكري لك وتقول جابه. لي يطلع. اي يطلع. ليش يطلع؟ ابو علي البصري. ابو علي البصري، العفو اسف، ابو علي يطلع. البصري. اليوم ايش بي انا اسوي في انا اقول لك الاسماء؟ تدخل. ها؟ انا اقول لك ايه تدخل الاحزاب والكتل السياسيه والشخصيات الكبيره اللي مشتركه. اصلا هي مو صفقه القرن، سلفه القرن. سلفه. هاي اللي مشتركين بها سلفه لانه الاخ طلعوه انور راح يجيب يعني يسدد لهم منها او يرهن العقارات اللي اشتراها باسم زوجته وباسماء نساء اخريات.